استراتيجية الطالب الممتاز التي يستخدمها كي يحضر جيدا للامتحانات ويتحصل على النقاط الممتازة. لاحظنا أن الطالب المتميز والممتاز عنده استراتيجية الحضور الفعلي والفعال داخل قاعة الدرس. يعني من أول سبتمبر هو حاضر حضور فعلي وفعال داخل المدرسة وداخل القسم، فهو حاضر ويختار دائما المقعد الأول في الصف الأول. أي نعم، تجده يتنافس ويتدافع من أجل أن يفوز بذلك المقعد، وهو أحسن ما فعل. لماذا؟ لأن العلم والكلمات والأفكار طاقة تصدر من المنبع اللي هو الأستاذ، فليكونوا في الصف الأول يسون بيان غارني. هما الأولين يتسربوا، يديو الصحيح، يديو الأوريجينال، يديو الكمية الكبيرة والهائلة، فليقعد في الصف الأول. ممتاز، لاحظنا دائما يلحقوا في الصف الأول، فأنصحكم بأن تتنافسوا على الصف الأول من أجل أن تنهلوا من هذا المنبع. ثانيا، لاحظنا أن الطالب الممتاز يستخدم الحواس تاعو الخمسة. الحواس الخمسة بمعنى يبصر، يرى، يسمع، يكتب، يتذوق، يشم. كل الحواس تاعو الخمسة مركزة مع الأستاذ وحاضرة داخل القسم. فالطالب الممتاز يعيش اللحظة، ماهوش يفكر في الفيلم تاع العشية ولا الماتش تاع العشية ولا المشكلة تاع البارح. الطالب الممتاز يعيش اللحظة. الطالب الممتاز يبرمج نفسه على طرح الأسئلة. العقل المبرمج على طرح الأسئلة هو عقل متقد، عقل يعيش حالة الطوارئ، عقل يترقب المعلومات، يريد أن يستوعب وأن يستفيد في أقصى درجات السرعة والفعالية. الطالب الممتاز لاحظناه يحكي المعلومات مع زملائه، يحكي وهو راجع إلى البيت، يحكي وهو داخل الدار، يحكي مع أمه، مع خاوته، مع أصدقائه. فيقول لك لما تتعلم وتحكي اسمها تعلمت دفوة، تعلمت مرتين، وكأنه راوي راجع الدرس. ممتاز. نحكي لك، أنا ذكرتيني بالبنت اللي نعرفها جيدا جيدا لأنني أرافقها. قدر الله ما شاء فعل، دارت حادث، وبالتالي واش نقول لك، بلاط في اليد وبلاط في الرجل والادويه والكينيزيثيرابيوت، وبين في الفتره تاع المراجعه والامتحانات. نعم. في الفتره تاع المراجعه للامتحانات، يعني قولي 20 يوم 15 يوم قبل الامتحانات، ماذا يحدث؟ هذه البنت الكريمه الرائعه في نهايه لنا بيان سور راحت الامتحانات وصلناها وكذا وكذا وكذا، ادات 14 معدل. ما شاء الله، غير الخير. كيفاش هذا 14 بدون مراجعه؟ كنا دائما رايحين المستشفيات والدنيا والعلم. كيف ما هو السر؟ السر هاوليك بسيط. نعم. قالت لي بكل وضوح وبساطه، كنت حاضره في القسم. قالت لي لو كان راجعت كندي 16 17، هذه 14 ديتها ماشي اللي حصلته واستوعبته، وهي حاضره في الحضور القسم الفعلي والفعال. نعم. ولانني احكي ولانني اقوم بالتمارين في اليوم ذاته، وتسال الاستاذه وتشارك، فهي عضو وتراجع مع متفاعل. الاهل طبعا تحكي مع الاهل. نعم. يوميا واسبوعيا صراحه. هذا هو الطالب الممتاز وحضوره للفعل والفعال. الان الطالب الممتاز كذلك عنده خطه، عنده استراتيجيه التخطيط الاستذكاري. يعني عنده ورقه كبيره يحط فيها المواد، يحط فيها الاوقات، يحط فيها الايام، ويقسم الاسبوع نتاعو والشهر نتاعو، ويقسم. وهذه التفاصيل الموجوده عندي، اللي حاب نعطي له النموذج جراتويتمون بالمجان لوجه الله. دونك عنده هذيك الخطه اسمها بلانينغ. والعقل بالك اللي عنده اورينتاسيون، اللي عنده توجيه، عقل يتفاعل، عقل ينشط، مش كما اللي ما عنده والو، هامل تائه سبهللا هكا لا يبالي. لا، لازم يكون عندنا بلانينغ، عندنا خطه. فهذيك الخطه تفعل مفعولها في الانسان، في شخصيه الانسان وفي دماغه. نلاحظ هنا ملاحظه: حذاري من الجمع وانتم تراجعون، سواء في بيوتكم للامتحانات ولا من خلال دروس التدعيم. نعم. حذاري أن تجمعوا في فترة صباحية ولا مسائية بين مادتين علميتين، فهذا خطأ بيداغوجي، خطأ علمي. لا نيروسيونس أثبتت بأن العقل لا يستوعب في نفس الفترة الصباحية ولا المسائية دو ماتيير سانتيفيك. جو دون ليكزومبل، مثلا الرياضيات والفيزياء. لا ابدا، لا نجمع بين الرياضيات والفيزياء، والا ما تكون حتى استفاده. واذا كنت 10%. نتمنى هذا النداء يتوجه ربما حتى المبرمجين الامتحانات ما يبرمجوش مثلا امتحانين علميا في الصباحيه نفسها. ابدا. نعم. ابدا، غير محتمل، غير مقبول عقليا علميا فعليا بيداغوجيا.
فلا بد ان نجمع دائما بين علمي ادبي علمي ادبي علمي ادبي، واذا كان في هذاك النهار حبينا نديروا مادتين علميتين نفصل بينهما بالفطور والرطو وما الى ذلك. فهذه مهمه جدا. كذلك انصح الطلبه والطالبات انهم لما يكونوا يراجعوا، الطالب الممتاز عنده فتره تاع الراحه 50 دقيقه ودور، ماشي داز 2 سوايع 3 سوايع زعما قاعد لي على الكرسي ومعوج ظهرك وعينيك يوجعوا وحالتك حاله والقهوه والجي والدوباج. خلينا من الحكايات هذوك، خلي المراجعه تصبح متعه. الطالب الممتاز يتمتع بالمراجعه، عنده الورد قدامه وعنده سعيده وعنده موسيقى بدون كلام، موسيقى بدون كلام، بدون كلام، نعم. بدون كلام، موسيقى هادئه رائعه تستفز واسمه الفصل الايمن، حتى نقرا بالفصل الايمن والفصل الايسر، الكل يكون مجموع على هذه المهمه. اذا راحه 50 دقيقه ودور، 50 دقيقه 10 دقائق راحه، 50 دقيقه 10 دقائق راحه، 50 دقيقه 10 دقائق. هذه هي الطريقه السليمه والرائعه والجيده. كذلك واحد الحكايه يقولوها للطلبه والطالبات تاع الليالي، تحلالو مسيو التركيز من 12 تاع الليل الفوق ومن 10 الفوق، تخدع في روحك، تكذب على روحك. أنت تقتل نفسك ببطء، أنت تدمر جهازك العصبي، أنت تخرب كل الأنظمة الموجودة في داخل شخصيتك. وكم من تلميذ داوهم يرجونس، كم من أدولت كبار تاع ماجستير وكذا وتبلوكاو، كم من واحد مرض. اتونسيون أحذركم من الاشياء الكيميائيه، الادويه الكيميائيه، قال زعما باش نقوي الذاكره ولا نقوي التركيز. اتونسيون، عندها دي زيفي انديزيرابل يقعدوا عام عامين ثلاثه. حذاري، امشي بالناتورال، امشي بالطبيعي، وحذاري من الحكايه هذه تاع الانجليزي في الليل. افضل وقت لي زاميريكا، سقسي هارفارد، سقسي اوكسفورد، عندنا زملاء تما يقولون بلي تبعوا اوقات الصلاه، لا اله الا الله محمد رسول الله، سبحان الله، من الصبح للظهر ومن العصر للعشاء. هذه حقيقه علميه. من الصبح للظهر عندي بزاف لي زارغيمون سيونتيفيك، الوقت ما يسمعش. نعطيكم واحد فقط، غاز الاوزون الذي ينعش الجهاز العصبي النهار كامل، والجهاز العصبي منتعش. يقول لك هات ناكل، هات ناكل العلم، هات ناكل الكتابات، هات ناكل الكائيات، ذاكره قويه، كلش قوي. علاش؟ خاطرش خديت حقك تاع الاوزون. وقتاش تاخذ حق تاع الاوزون ومن بعد يروح تاخذ بعد صلاه الصبح مباشره. ومع بزوغ اولى اشعه الشمس تاع الشروق يديسباري، ما يبقاش في لا ناتور. ما الجماعه اللي راكدين حتى ل 8 و9 واش راح تدي؟ ينوضوا مكرفسين، ينوضوا مغمومين، ينوضوا مضارب مع روحهم، ماشي مفاهم مع روحهم. اذا خذ لك غاز الاوزون. علاش العصر الغده الكظريه كذلك تنشط. من العصر للعشاء من اروع ما يكون. بين الظهر والعصر افطر ودير قيلوله نعم. وتكسل واسترخاء واسمع الموسيقى ولا اسمع القران ولا دير واش حبيت، ولا مارس الرياضه ولا مارس الترفيه نتاعك. داكور، هذا هو التوازن. وفي الليل ماكسيموم 10 ترقدوا يا ابنائي يا بناتي. 10 تطفأ الاضواء. يا الوالدين راكم مسؤولين، ما تقوليش انت مسؤول. طفي الضوء، طفي الكونتور، طفي الديمو، طفي الدنيا كاع طفيها. في الليل لازم نرقدوا. وجعلنا الليل لباسا والنهار معاشا. الناس اللي ما يشترقد في الليل اي دايره مصايب، دايره مشاكل، راهم منرفزين، راهم مهبلين، يضربوا مع والديهم، يضربوا مع الاساتذه، ويضربوا مع انفسهم، وماشي قادرين يركزوا ويقراوا. شكرا لك استاذ كريم. شكرا لك يا اختي الكريمه. تفضل استاذ يخلف. سمعنا مكالمه طالبه مكفوفه عانت لكنها نجحت. تفضل. الله يبارك. استراتيجيه ثالثه قبيل الامتحانات، الطالب الممتاز يحضر نفسه عن طريق قراءة الامتحانات السابقة. يضرب طلة ويشوف ويتعرف على الناس اللي سبقوه في الميدان باش يكون افيرتي، يكون عارف واش راهو يستنى فيه. نقولوا اون بيرسون افيرتي فو دو. دونك مليح يقرا في لي زانال تاع الامتحانات السابقة. مليح الطالب الممتاز كذلك واش يدير؟ يذاكر فرديا ويذاكر جماعيا، لان البنه نتاع انديفيديوال وكوليكتيف سي با باراي. كل موقع، كل سيتوياسيون، كل ميدان عنده الفوائد نتاعو والثمار. الطالب الممتاز عنده ملخصات بالالوان، يستخدم الالوان فان الذاكره تحب الالوان والارقام والاشكال كلها. ومليح لو كنت تعرفوا على الخريطه الذهنيه اللي اقترحها طوني بوزان، اي موجوده عندي ونشرحها لكم باستفاضه في القناه كذلك. نعم. دوكا الان ننتقلوا الى استراتيجيه اثناء الامتحان حتى اجيب على الطالبه منال والاسئله تاعها الرائعه اللي تمثل شريحه عريضه من الطلبه الجزائريين. ونقولوا ان الطالب الممتاز اثناء الامتحان واش يدير؟ اول حاجه يديرها ياخذ تنفسات عميقه، يشرب شويه ماء ويبتسم مع ورقه الاسئله. يبتسم، وبعد الابتسامه داكور واش يدير؟ يغني.
حنا عندنا اغنيه نغنوها هم يعرفوها الطلبه تاعي بالالاف يحفظوها. اللي هي سهل واضح بسيط، سهل واضح بسيط، سهل واضح بسيط، بيط 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 بيط. وانا ندرس الماستر في اليا جي بي مع ناس والله كنت اغنيها. لماذا؟ لانني متيقن، جو كروا جي لا سيرتيتود، ما من عندي يقين بلي لما نغني النفس تاعي تولي منبسطه. ويقول العلماء ان النفس المنبسطه هي الاقدر على استيعاب الافكار الجديده ورفع التحديات الآنية والمستقبلة. إذن هذه نفسك مانيبيليها كما تحب. حبيت تخير الشكوى والبكاء والدمار والطابلو نوار، أنت حر، وتحمل مسؤولية لا ديبريم والانهيار العصبي والحزن والعواقب الوخيمة. حبيت تخير لا بوزيسيون تاع المتفائل المبتسم الفرح اللي يشوف لاجيري شابه ويشوف المؤسسات شابه ويشوف الايجابي، وتتبنى عينين النحله. النحله ماذا ترى؟ النحله ترى الازهار والبساتين والياسمين. انت حر، انت حر. احنا فضلنا اننا نختار هذا الموقف الايجابي. اذا الطالب الممتاز يبدا مباشره بالاسئله السهله، او اول حاجه يديرها قبل الاسئله السهله، لان العقل لا يميز بالحقيقه والخيال. يكتب اسمه. برك يبدا الانسان يكتب في اسمه بهذيك النفس المنبسطه، عقله يجيب له ربيه، ما لا عقله ما على بالوش، عقله سي له امل سيرفيتور خادم الامين، يقول خلاص وبدا يجاوب، بدا يجاوب، ومن بعد ينتقل للاسئله السهله. فبمجرد انه يجيب على الاسئله السهله جهازه العصبي يرتاح، ولما يرتاح تاتي المعلومات الاخرى المتعلقه بالاسئله غير السهله. داكور سي كوم سا. اي نعم، يحفزوا يسهلوا المهمه. هو واش اللي يخلي الناس يتبلوكاو ويمرضوا وما يجابوش ويبكيوا نهار الامتحانات وينصرعوا و توصلني الاخبار والتقارير؟ هو الانقباض، هو التشنج، هو التوتر العالي، هو القلق والخوف، هذه الاشياء. فافعل شيئا مختلفا تصل الى مبتغاك. كذلك حتى اجيب وانهي الاستراتيجيه الطالب نجاوبوها الممتاز. ونجاوبوا الام اللي قالت لنا على الاكل نقولوها. والطالبه المكفوفه اللي اتصلت بها باذن الله. تفضل استاذ. دونك الاستراتيجيه واش هي؟ كذلك عندنا استراتيجيه الاستراحه العقليه الاجباريه. يا واش دارت هذه، واش دارت عن التلاميذ تاع المتوسط يحكيوا لي واحد التجارب، تفرح تفرح تفرح. اللي جاب بها 8 بوان، اللي جاب بها 4 بوان، اللي جاب بها 6 بوان. واش نديروا؟ قبل ما نرجع الورقه، خلاص انا كملت الاجوبه، قبل ما نرجع الورقه سواء جاوبت على كل شيء ولا ما جاوبتش على كل شيء، واش ندير في مكاني؟ نغمض عيني ونسترخي وندير في بالي، نتخيل سيناريو بلي خلاص رجعت الورقه وني راجع للدار. العقل لا يميز بالحقيقه والخيال. فهذاك التمرين التخيلي تتذكر بلي ما جاوبتش حاجه، خصتك حاجه، يخرج لك شخص داخل الخيال تاعك يرشدك الى حاجه، تفتح عينيك وتقول مازالني هنا. هاكي المعلومات، تعاود تسترجع المعلومات، وراكم عارفين بلي كانت تصرى لكم، بك ترجعوا الورقه تخرجوا لاكو راجعين للدار تعاودوا تفكروا معلومات اللي ما حطيتهمش في الورقه. دونك ديروا تمرين الاستراحه العقليه الاجباريه. كذلك الموقف الايجابي، هذه ما هي الا بطوله، نلعب ماتش نربح ولا نخسر ولا ندير تعادل، ما هي الا بطوله. فتبنى وتحلى بالموقف الايجابي وتفائل خيرا. الياباني يقول لاولاده اذا طحت المره الاولى نوض في الثانيه، اذا طحت في الثانيه نوض في الثالثه، اذا نوضت الرابعه الخامسه، اذا طحت في 100 نوض في 101. دائما عاود نوض وعاود وقف، لانه بامكانك ان تفعل شيئا افضل واحسن ما دمت حيا ترزق. الام اللي تكره الماده، اللي تكره الماده، احنا واش نقولوا لها تاع الاستاذ والماده؟ فيما يتعلق بالاستاذ، احنا ما رحناش للمدرسه باش نحبوا الاساتذه، نحترموا الاساتذه. حكايه الحب والعاطفه هذه قرديها لوالديك وخواتك وخواتاتك، هذوك يكفوك. فالحب خلوه في الدار، في المسجد وفي المؤسسات وفي المجتمع استخدموا الاحترام، حتى مع لي زامي. اتونسيون راهي واعره تدخلي واحد في قلبك ومن بعد سوفري. الموضوع الثاني فيما يتعلق بالماده ممله وما نحبهاش وكذا، مصلحتك راهي في اللعب، فكري بطريقه المصلحه. مصلحتي راهي في اللعب، وبالتالي نقنع روحي لازم هذه الماده نجتازها ونحصل فيها لو كان 10 ولا 12 ونجوز، لانه عندي رؤيه، عندي هدف نحب نوصل له. والطالبه المكفوفه؟ الطالبه المكفوفه كي قلتي استاذه ليندا قولك رائع، يعني التعقيب نتاعك انها نجحت يا بنتنا الكريمه، وربي يوفقك ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. في الاشكاليات والتحديات والنقائص اللي واجهتيها في المسيره نتاعك زادتك اصرارا، زادتك تجربه، زادتك نضجا، زادتك قوه. فهذه الحياه، سنه الحياه، لابد ان نلقى بعض النقائص، لكن الواعي والناضج والفاهم والمسؤول هو اللي واش
يستفاد من النقائص والتجارب تاعو السلبيه باش يقيم تجارب ايجابيه توصلوا الى بر الامان. ذكرنا بسرعه صفحتك على الفيسبوك والقناه اللي على اليوتيوب راهم يطلبوا عليها كثير. كريم يخلف، اكتبوا في جوجل حطوا كريم يخلف يخرجوا لكم لي باج باج افيك ان اي يخلف افيك ان اي، تدخلوا في اليوتيوب وفيسبوك وكل شيء، ورانا في خدمتكم يا ولاد البلاد.